في مثل شعبي بنسمعه كتير جدا ودايما بنقوله لما الشر بيرجع لصاحبه. المثل اللي بيقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. بس يا ترى حد فينا فكر قبل كده ايه أصل المثل ده؟ وايه الحكاية اللي خلت الناس تفضل تردده من جيل لجيل؟ تعالوا نحكي سوا القصة اللي علمت الناس ان الغدر عمره ما بيكسب، وان ربنا دايما بيرد الحق لأصحابه حتى لو بعد حين. بس قبل ما نعرف ايه القصة اللي ورا المثل، يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. في يوم من الأيام كان في 2 اخوات، واحد فيهم كان غني قوي وتاجر معروف، والأخ التاني كان أعمى وفقير الحال. الأخ الغني كان عنده دكان كبير ودايما كان بيقعد قدامه وسط أصحابه التجار بيتكلموا وبيتفخروا بالفلوس وبالتجارة. وفي كل يوم الأخ الأعمى كان بيعدي من قدامهم، بيعدي وهو لابس هدومه القديمة وعصايته اللي بيمشي بيها بيضرب بيها الأرض علشان تعرفه الطريق وهو رايح للمسجد. لكن بدل ما الأخ الغني يرحمه أو يساعده كان بيحس بالكسوف منه، كأن فقر أخوه بيقلل من قيمته قدام الناس. وفي يوم الشيطان لعب في دماغه وقال لنفسه أنا لازم أخلص منه، ما ينفعش يفضل يحرجني كده كل يوم. نادى على الخدم بتوعه وقال لهم بصوت واطي اسمعوا يا ولاد، النهاردة بالليل لما الدنيا تضلم احفروا حفرة كبيرة قدام باب الدكان، ولما يعدي أخويا الأعمى الفجر هيقع فيها، وبعدين ارموا عليه التراب وادفنوه كأنه عمره ما كان. الخدم سمعوا الكلام ومحدش منهم اعترض، ولما جه الليل نفذوا اللي اتقال بالحرف. وعلى الفجر كده قام الأخ الغني من نومه ولبس هدومه وخرج من البيت، بس نسي تماما الحفرة اللي أمر بيها إنها تتعمل، ومشي في نفس الطريق اللي بيمشي فيه أخوه كل يوم. الدنيا كانت لسه ضلمة وفجأة رجله غرزت ووقع جوه الحفرة. الخدم سمعوا الصوت فجروا بسرعة ناحية الحفرة، لكن في الضلمة معرفوش مين اللي وقع وافتكروا إنه الأخ الأعمى، فجابوا التراب وردموه في الحفرة زي ما أمرهم سيدهم. ولما طلع الصبح العمال كانوا واقفين قدام الدكان مستنيين التاجر يجي علشان يفتح، بس في اليوم ده ما جاش. وبعد شوية ظهر الأخ الأعمى ماشي بعصايته زي كل يوم. الخدم اتصدموا وبصوا لبعض بعيون مفزوعة لأنهم فهموا إن اللي دفنوه في الحفرة كان التاجر الغني. وواحد فيهم قال بصوت مرعوب من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ومن ساعتها الناس بدأت تقول المثل ده علشان يفضلوا فاكرين إن الدنيا دوارة والظلم عمره ما بيطول.